هل ربنا سبحانه وتعالى ممكن يوصف بصفات البشر؟ هل الإله يوصف بصفات البشر؟ نسمع عفت وبعدين نعلق في الآخر. السيد المسيح يوصف في الإنجيل إنه بلا خطية، فهل الله يوصف إنه بلا خطية؟ طوال العهد القديم والعهد الجديد لا يوصف الله إنه بلا خطية، لأن هذه صفة لا يجب أن الإنسان يتكلم فيها، لأن الله لا يمكن أن يخطئ، ما فيش إمكانية أصلا. فلما يقول إن هناك شخص لم يخطئ، ده معناه أنه إنسان، هو قال على نفسه إنسان. فهذه الصفة لا تعني إنه الله. يعني مثلا واحد يقول أنا لم أدخن طوال حياتي، أوكي، ما التدخين ده مش صفة فيك، لا، دي حاجة إضافية. وبالنسبة للخطية برضو مش صفة فيك، ده مش، أنت ما اتولدتش بالخطية، ما ورثتش خطية زي ما هم بيدعوا، لأن الأطفال قال المسيح عليهم لمثل هؤلاء ملكوت السماوات، لأنهم لا يعوا ما يفعلون، وفي نفس الوقت ما بيعملوش خطية، لا يقصدوا الظلم، لا يقصدوا الكراهية، لا يقصدوا أي شيء من ذلك. فإذا السيد المسيح بلا خطية، ولذلك قيل عن الإنسان الوحيد أنه بلا خطية هو ذبيحة صالحة وبلا عيب، وهو الحمل الذي بلا عيب. لذلك نفع أن يكون مخلصنا، نفع أن يكون الذبيحة التي ماتت. إذا ليس هو الله حتى ولو كان بلا خطية. بصرف النظر عن التلميح إلى نظرية الفداء، لكن المشكلة الأساسية لما تيجي تناقش حد في الأدلة على ألوهية يسوع، المشكلة الأساسية إيه؟ إن هو تلاقيه اللي بتناقشه ده يستند على مجموعة من الأعمال أو مجموعة من الأقوال على أساسها بيتم تأليه يسوع. طيب لما تيجي بقى تشوف الأفعال ديت، سواء أحياء الموتى، سواء الصعود للسماء، سواء بعض العبارات أنا هو، أنا والآب واحد، الألف والياء، كل هذه العبارات الصدمة بتكون للي بتناقشه إن تلك الأفعال وتلك العبارات كما نسبت إلى يسوع نسبت إلى آخرين في الكتاب المقدس. فإذا أنت لو اعتبرت يسوع بناء على تلك الأفعال وتلك العبارات إله، بالتالي فرض عليك تعتبر الآخرين آلهة. وهنا بقى هنخش في زيطة. لكن المشكلة إن يعني اللي بتناقشه أو المسيحي مش متطلع بشكل كامل لكل نصوص الكتاب المقدس. هو جاي وشاير في جيبه مجموعة من الأقوال مقتنع بها تماما، لأنه لم يتصفح كل الكتاب المقدس. ولا حول ولا قوة إلا بالله.